السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات حماسيه جدا اللي انا ببقى متحمس لها واللي انتوا بصراحه بتطلبوها مني. تعالى في 2025 اقول لك على الثلاث طرق اللي انا برجع بيهم الداتا بتاعتي حتى بعد الفورمات. اول اتنين هكلمك عن عيوبهم ومميزاتهم، والطريقه الثالثه مميزات بس مالهاش عيوب. اول طريقه معانا وهي استعاده الصور من البوم الصور الخاص بجوجل والمعروف بجوجل فوتوز. الطريقه دي من مميزاتها ان فعلا بين قوسين لو انت عامل باك اب بتقدر تسترجع الداتا بتاعتك، ولكن عيوبها خطيره جدا. لو فتحت جوجل فوتوز وانت مش عامل باك اب صحرا مش هتلاقي اي حاجه، او لو فتحت جوجل فوتوز بعد 30 يوم من فورمات الموبايل وانت مش عامل النسخه المدفوعه نفس الصحراء ومش هتلاقي اي حاجه. الطريقه الثانيه معانا هي جوجل درايف، وجوجل درايف ده قصته قصه وكلنا بنعاني منه. والطريقتين اصلا جوجل فوتوز وجوجل درايف ان انت بعد الفورمات ممكن تنسى باسورد الجيميل بتاعك وما تعرفش ترجعه تاني، فالبقاء لله. وجوجل درايف برضو لما بيرجع لك محادثات الواتساب برضو بيكون نسخه احتياطيه لاخر حاجه انت عملتها بشكل تلقائي، الله اعلم من اسبوع من اسبوعين من 10 ايام، وفاتك الحاجات الجديده وما بيرجعش الصور زي ما كانت ولا الفيديوهات، وبيبقى فيه بعض المشاكل وكلنا عارفينها. اما الطريقه الاهم بقى واللي انا مجربها كتير قوي سنين كتير مش بس في 2025 هو تطبيق درويد كات. تطبيق درويد كات ده يا جماعه موسوعه بتساعدك ان انت ترجع كل الداتا المحذوفه بتاعتك من اي اتجاه إن كان في الاندرويد، وكل الموبايلات وكل البراندات مدعومه. والمميز فيه كمان ان هو شغال على الماك والويندوز، وتقدر تنزل على صندوق الوصف تحت تحمل النسخه الخاصه بيك بمنتهى السهوله. امن، سريع، فعال، ما واجهتش مع اي مشاكل من اللي انت المفروض تقابلها مع اي برنامج استعاده بيانات، وعلى سبيل المثال زي جوجل فوتوز وجوجل درايف. لا، هنا درويد كات يا جماعه حرفيا البرنامج اللي انا بعتمد عليه في 2025 ومن قبل كده بكتير جدا جدا في استعاده كل الداتا المحذوفه من صور وفيديوهات ومحادثات واتساب وكل حاجه، سواء اتمسحوا منك بالغلط او حتى بعد الفورمات. يا راجل ده حتى الرسائل وسجل المكالمات بيقدر ان هو يرجعهم لك بمنتهى الاحترافيه والسرعه والدقه. انا بصراحه متحمس جدا للشرح ومش عايز اطول اكتر من كده، بس في الاول لايك المتين واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تتابع مني ان شاء الله كل جديد. ومش عايزك تفوت العرض اللي انا هسيبه لك في اخر الفيديو لان ده عرض مهم جدا جدا، وهشرح لك بقى بقيه مميزات البرنامج. يعني انت بصراحه واخد باكج كومبو، مش بس استعاده، لا ده حل لكل مشاكل الاندرويد وكل حاجه. وعشان ما نطولش خلونا نمشي. دي اكتر طريقه امنه وسهله، هي اللي انا طبعا برشحها لك وبقوه وما فيهاش عيوب تذكر، سريعه والدنيا تمام وزي الفل. بس قبل ما نروح على الصفحه بقى الرئيسيه والكلام ده كله، عايزك تحضر لي كابل اصلي متين ونضيف، والموبايل اللي انت فقدت الداتا من عليه ده فيفو عادي، كل الموبايلات مدعومه، عندك ريلمي برضو، وفي سامسونج، وعندك الاونر، كل الموبايلات بتاعتنا مدعومه معانا. حلو الكلام. زي ما انت شايف ان التطبيق درويد كيت من شركه اي موبايل الغنيه عن التعريف. الشركه دي متاسسه من 2011 وفي تعاونات كتيره جدا جرت بيني وبينهم ومجربها ومفيش اي مشكله. الجميل هنا ان البرنامج متوافق مع الويندوز والماك وامن ونضيف، اديله صلاحياتك وانت مطمن 100%. ولو انت اشتريت البرنامج والدنيا ما طلعتش تمام بالنسبه لك، انت عندك هنا 60 يوم ضمان تقدر تستعيد فيه فلوسك والدنيا زي الفل. وزي ما انت شايف 13 نوع من البيانات بيرجع من الواتساب، منقطع فيديو، كتب، ملفات مضغوطه، ملفات اي بي كي، تقويمات اتصالات، كل حاجه متاحه زي ما انت شايف. بعد ما البرنامج بينزل تضغط عليه كده من تطبيق التحميل او مكانه وتقول له يس بالشكل ده كده. زي ما انت شايف بتوافق هنا وبتقول له انستول. بعد ما بيخلص طبعا زي ما انت شايف ده شكل ايقونه التطبيق، بتفتحه بالشكل ده وبتقول له يس. طبعا زي ما انت شايف الواجهه دي تفتح نفسك على ان انت تستخدمه، لانه في كل حلول مشاكلك يعتبر، وانت بتستخدم الاندرويد بتقابلك مشاكل كتير، هنا 99.9% بيحللك كل المشاكل اللي بتقابلك. وهكلمك وهدردش معاك في المشاكل دي، بس خلينا في الاول احنا دلوقتي في الداتا ريكفري. طبعا عندك تقدر تستخدم الواتساب، بس انا والله يا عم طاهر انا البرنامج ده مأزمني برضه مش فاهم حاجه. تروح على الثلاث شهورات دول يا باشا، وتروح على اللانجوج بالشكل ده وتختار اللغه العربيه. عندك بقى هنا هو اللي عليه العين والنني استعاده البيانات، وزي ما قلت لك بنقدر نسترجع 13 نوع، مش عايز اتكلم كتير. عندك الواتساب والاستعاده السريعه والاستعاده المتعمقه واستعاده بيانات من بطاقه الاس دي، حتى لو مسحت حاجه من الميموري كارد تقدر ترجعها. انا مش هخبي عليك، انا مش عايز اطول وقت الفيديو، عايز اديك الفكره العامه اللي انت تقدر تتعامل بيها، وهكون معاك هنا خطوه بخطوه في الحاجات اللي ممكن تكون صعبه معاك، وبعد كده هتلاقي كل حاجه سهله هتقدر تعملها بنفسك. الامان الجميل هنا ان انت بتعمل ده بنفسك، فبالتالي محدش هيمسك عليك زله، وبالذات لو اختك بقى او مراتك وعايز ترجع لها البيانات فما تروحش لحد خالص، الموضوع ده بيكون خطر وريسك جدا. وبرضه مباحث الانترنت يا جماعه عشان برضه واجب التنويه، هنا اي حد يتزك بصور او برسائل او باي حاجه تقدر تبلغ ببحث الانترنت ما بيأثروش. بس ليه بقى نتحط في الموقف ده اساسا واحنا عندنا درويد كيت؟ فهتروح على الاستعاده السريعه وتجرب. عندك بقى ايه، انا محدد سيلكت اون ويب ده على طول. ده احدث موبايل فئه متوسطه من فيفو وهو الفي 50. زي ما انت شايف الموبايل اهو
حلو الكلام. بيقول لك قم بتوصيل الجهاز، هنوصله بالشكل ده مع بعض. طيب هنا يا جماعه في شويه خطوات مهمه جدا انا همشيها معاك واحده واحده، وخليني بقى اقلب لك الموبايل عربي عشان الناس اللي بتزعل مني بتقول لي انت بتشرح بالانجلش. لا والله ما زعلك المره دي يا باشا، وهشرح لك بالعربي، بس استحمل بقى ايه غباوتي وانا بستخدم الموبايل بالعربي. والله يا جماعه ما بتكونش تناكه على قد ما هو تعود. اول حاجه هو بيقول لك قم بتوصيل جهازك، والله احنا كده يا باشا هم موصلين الجهاز. حلو. الخطوه الثانيه بيقول لك تاكد من تشغيل تصحيح اخطاء يو اس بي. دي برضه من الحاجات، او يعني الحاجات اللي فيها صعوبه شويه، فانا هبقى معاك فيها. حضرتك لو ضغطت على الاوبشن ده كده يقول لك يا باشا هو جهازك ايه؟ معاك سامسونج، موتورولا، جوجل، سوني، لونوفو، وان بلس، فيفو. انا بقول له جهازي فيفو. حلو. انا طبعا هعرف اعمل ده، بس انا معاك كده واحده واحده. قال لك يا باشا انت هتروح على حاجه اسمها المور سيتنج. طبعا ما فيش حاجه اسمها هنا المور سيتنج، فانا هروح على الاباوت فون، اللمحه عن الجهاز. حلو. بعد كده اهو الاباوت فون اهي، والسوفت وير فيرجن. طب تعالى نشوف فين السوفت وير فيرجن. والله قال لك ما فيش هنا بقى سوفت وير فيرجن، فهنروح نقول له معلومات البرامج بالشكل ده. انت حاول بقى تاخد الفكره العامه وتطبق، يعني ما تشبطش في حاجه تقول لي انا ما لقيتهاش، تحاول تتصرف، لان طبعا الموضوع بيختلف من تليفون للتاني، وعندك برضه هو شارح لك كل التليفونات هنا. وهتروح على كلمه رقم الاصدار بالشكل ده وتبدا تضغط عليها اكتر من مره. قال لك والله لقد اصبحت الان مطور برامج. يا فرحتي. تمام، تعال نشوف. قلت له حسنا كده زي الفل. بعد كده بيقول لك روح دور لي على حاجه اسمها الديفلوبر اوبشنز او خيارات المطورين. دي بجيبها منين؟ من هنا. هتروح على اداره النظام بالشكل ده، هتلاقي خيارات المطورين. طب انا يا عم طاهر والله ما الاقيها. انت في السيتنج اهو، الصفحه الرئيسيه للسيتنج، اضغط في البحث كده واكتب له خيارات اهو، فتحها لك برضو من السيرش. يعني انت الموضوع سهل وبسيط، ما تعقداش. حلو. حلو اهي مفعله وزي الفل، بس مش ده اللي انا عايزه. هتنزل يا باشا لحد ما تلاقي حاجه اسمها تصحيح اخطاء اليو اس بي، او لو موبايلك انجلش هتلاقيها اسمها يو اس بي ديباجنج. حلو الكلام. وتفعلها بالشكل ده وتقول له موافق. هيبدا الجهاز يتعفرط معاك شويه ويقول لك ايه يا باشا الكلام وبتاع، تديله بقى كل الاذونات اللي انت عايزها. تاني حاجه هنا او تالت حاجه بقى بيقول لك قم بتحديد وضع الام تي بي او البي تي بي. هنا طبعا اديك شايف بدا يسطب حاجات وبتاع والكلام ده كله. نديله سماح 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 بالكل. البرنامج ده امن 2 مليون في المية، مش عايز تقلق من اي حاجه. ونقول له سماح. سماح بالوصول، سماح بالوصول يا باشا. هنا عندك شويه اختيارات كتيره قوي في اليو اس بي. هتروح على البي تي بي عشان تضمن ان الموضوع هيمشي بمنتهى السلاسه ومفيش اي اخطاء هتحصل. شفت؟ هو حتى اول ما انا اخترت له البي تي بي راح على طول على الاستعاده السريعه من الجهاز. وهنحدد كل دول ونقول له ابدا. هاجي هنا بعد ما بيقول لك تم توصيل الجهاز بنجاح ومش جايب لك خطوات ولا اي حاجه، هقول له ابدا بالشكل ده. يا باشا بيقول لك والله درويد كيت عايز يوصل للتقويم، قول له سماح. طب درويد كيت عايز سجل المكالمات، قول له سماح سماح سماح. احنا لو بنحضر سماح مش هنعمل كده. اوكي. حلو الكلام. تديله allow في كل حاجه، يبدا يحمل معاك يا باشا. كل الحاجات المحذوفه هترجع على هذا التطبيق اللي انت شايفه، درويد كيت لاستعاده البيانات. عندك بقى مرفقات الواتساب، مرفقات الرسائل، مرفقات لاين، ملفات الصوت. انا زي ما قلت لك مديله سيلكت اول وابدا. هنسيب الموبايل ده كده وهنسيبه يحمل براحته خالص، ومش هنتضايق ومش هنقلق ومش هنعمل اي حاجه، براحته. لو رحنا على الصور وبصينا نلاقي مرجع يعتبر معظم الحاجات اللي انا مسحتها، وجنبها كده علامه الريسايكل بين، اللي هو ايه الموضوع يعني قال يعني ايه دي الحاجات الممسوحه. كذلك الفيديوهات. وبص بقى الصور جايبها لك كمان حتى في فولدراتها، يعني حاجة في منتهى الدقة والجمال. ابتدى اهو حاجات تانية تظهر معانا. الفيديوهات برضو مرجع الفيديوهات والدنيا زي الفل. عندك ملفات الصوت كذلك. انا بس مستنيه زر الحتة بتاعت مرفقات الواتساب واطمن ان انت هترجع ملفاتك المحذوفة حتى من على واتساب بسهولة، وهتطمن واقول لك يا باشا دوس بقلب. اهو ابتدى يرجع لي مرفقات الواتساب. وخدوا بالكم مش ماسح حاجات كتير من الواتساب، او هيرجع لي بس يا دوب 11 صورة. وعندك جهات الاتصال كمان، وعندك التقويم، وعندك كل حاجه، ملفاتك المضغوطه وملفات الاي بي كي. الاي بي كي ده انا بسطبه وامسحه برضه، هو مرجعه لك يعني، فاهم حاجه كده في منتهى العظمه. وبرضه يعني الصور دي ممكن ترجع بعد الفورمات وممكن ترجع بعد المسح على طول. ولو عايز بقى بعد الفورمات بتروح على الاستعاده المتعمقه، دي بتبقى افضل بكتير قوي قوي قوي. طبعا جاب لي من الواتساب 11 وجاب لي الملفات ده طبعا مسح سريع. لو انت في حاجات ما رجعتش هنصحك طبعا تعمل نفس الخطوات دي بس على الاستعاده المتعمقه من جهاز اندرويد. ولو عندك ميموري كارد فرمت او اتعمل فيه اي حاجه غلط، تقدر برضه تستعيد البيانات من عليه من على خيار استعاده البيانات من بطاقه الاس دي.
على سبيل المثال هنرجع له مثلا صورة من اللي اتمسحت، بحاول اختار صورة نقدر نعرضها مع بعض عشان برضو ما يكونش فيها ايه نوع من انواع الخصوصية. على سبيل المثال الصورة دي عندك 2 اوبشن ان انت ترجعها لجهاز الاندرويد بتاعك او للبي سي بتاعك. هنضغط كده على البي سي، تمام، ونحدد له اي مكان بقى احنا عايزينه، وليكن مثلا الديسكتوب. بعد كده بتنزل طبعا في الامتداد او في المسار اللي احنا حددناه له ونفتحها بالشكل ده مع بعض، هنلاقي الصورة رجعت زي ما انتم شايفين. لو رحنا على الهوم بقى تعالى نشوف البرنامج ده بيعمل ايه. البرنامج ده لو انت نسيت قفل الشاشه بتاعك يفتحه لك ايا كان نوع موبايلك الاندرويد. الاف ار بي ده اللي هو ايه تجاوز جوجل، انت فرمطت الموبايل وطلب منك الايميل وانت ناسي، ده برضه بيفكه لك وعن تجربه. لو عملنا فيديو قبل كده ممكن ابقى اسيبه لك في الاي دي. عندك جهاز مكسور او جهاز عطلان تقدر ان انت تستخرج البيانات منه او من ارتباط السيم او من حساب جوجل. الجميل بقى ان انت مثلا بتنقل بياناتك من موبايل للتاني، ودي حاجه انا مجربها معاكم قبل كده وعملت لكم عنها برضه فيديو. اي بقى مشاكل بتظهر معاك في النظام درويد كيت برضو بيقدر يصلحها لك. تقدر ان انت تعمل سوفت وير من خلال اعاده تثبيت النظام او تحديثه، وتقدر ان انت تنظف الهاتف بتاعك بمنتهى السهوله من كل بقى البرامج الضاره والملفات الضاره، وتبدا تسرع الجهاز بتاعك وتمسح كل الحاجات اللي ملهاش اي لازمه. وخلينا نبص بصه كده على العروض اللي هم عاملينها دلوقتي. والاكثر مبيعا، الاكثر مبيعا هنا هو اشتراك لمده سنه على 5 اجهزه ما كملش $30، 8 يعني يقول $29. تقدر تجدد تلقائي بعد ما السنه تخلص، وتقدر تلغي الاشتراك بتاعك في اي وقت. والاهم يا جماعه ان انت معاك ضمان استعاده الاموال لمده 60 يوم. طرق الدفع كتيره جدا سواء باي بال او فيزا او ماستر كارد، كل وسائل الدفع متاحه عادي جدا، وبيقبلوا كل الفيز وكل طرق الدفع. انصحك ان انت تلحق العرض ده لو انت ناوي ترجع الداتا بتاعتك. وعندك حاجه مهمه جدا ان انت بتشوف الداتا رجعت ولا لا قبل ما بتشتري، ودي الميزه التنافسيه الرهيبه جدا اللي ما بيقدمهالكش اي برنامج استعاده تانية. هو بيقول لك والله يا باشا ادفع وبعد كده تشوف، لا هنا بيقول لك شوف وبعد كده ادفع. شوف حاجتك رجعت، عايز تسترجعها هتدفع لنا، مش ما رجعتش خلاص يا باشا. طب لو انت دفعت الفلوس معاك ضمان كمان 60 يوم ولا تقلق. حاجه مميزه جدا 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 بصراحه، ويستحق ان انت تفكر تشتريه. بس كده. في اخر الفيديو يا صديقي عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات رايك بمنتهى الصراحه، قدرت تسترجع الداتا بتاعتك ولا ايه اللي حصل معاك؟ ويا ريت يا جماعه اللي جرب البرنامج بجد والتجربه حقيقيه والتجربه سدت معاه او حصل معاه اي حاجه إن كانت، يكتب لنا تحت رايه في كومنت. يا ريت تدخل على لينك التحميل في اسفل الفيديو وتلحق العروض لانها عروض مهمه جدا، وما تسلمش نفسك لحد يرجع لك الداتا وتبقى تحت رحمته. لايك كلمتين واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حاجات مهمه جدا جدا بتدعمني للاستمرار، فيا ريت ما تحرمنيش منهم. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.